السلام عليكم يا جدعان. انا بس الفيديو ده عايز ارد بس على اللجان، او مش هرد على اللجان، يعني انا عايز اعرف الناس بس حقيقة اللجان ديت. هما ايه؟ هما نوعين او 3 انواع بالظبط. ناس منتفعة من النظام والدنيا حلوة معاهم ومش مشكلة عندهم اي حاجة ولا اي حد، تولع الناس ويولع الاطفال وتولع البلد باللي فيها، المهم ان هم ايه، عايشين. دول شوية حيوانات، لا مؤاخذة يعني، عزكم الله. ما عندهمش عقل وما عندهمش احساس، فدول ما يعني نتجنبهم اصلا. تاني نوع اللي هم الفسدة، الناس بقى اللي مكوشين على ايه، على كل حاجة. دول بقى الايه، الاعلى شوية، ماشي. دول ايه بقى، ايه اللي ماسكين النظام، دول اللي هم اللي حاطين ايديهم على كل حاجة. فدول طبعا لازم هيدافعوا عن النظام. وتالت حاجة اللي هم اللي شوية الدبان اللي ملهمش لازمة، اللجان الإلكترونية. فدول شوية كلاب بيجروا ورا أي عظمة، مش هاممهم بلد ولا ناس ولا مستقبل ولا أي حاجة. بس أنا عايز أقول لهم حاجة، انتوا بتشهدوا زور، ومصيبتكوا أكبر من مصيبة اللي بيشهدوا زور، لأنكوا بتضيعوا أسر وبتضيعوا بلد بحالها وبتخربوا بيوت. يعني الله اعلم انتوا مصيركوا ايه، يعني غير وقفكوا ودعمكوا للظلم والراجل فاسد وظالم. يعني الشرع والدين والحق والعدل يدينا الحق 100% ان احنا نخرج عليه، ولازم نشيله، لان احنا شوفنا بعينينا كل حاجة. راجل اولا كذاب صهيوني، حرمنا من نصرة اخواتنا. والموضوع ده يعني تعب الواحد لحد دلوقتي، والله العظيم يا جدعان، الموضوع ده تعبني لحد دلوقتي. معرفناش ننصر اخواتنا، لا بكلمة ولا بمظاهرة، ولا نقف جنبهم حتى، ولا ندخل لهم اكل ولا اي حاجة. ودلوقتي راح يساعد الامارات اللي هم اصلا صهاينة، وكل العالم كله عارف، ومعادين ضاربين في السودان وضاربين في ليبيا وضاربين في سوريا وفي كل حتة. حد يعني يدينا يعني سبب او معنى ان الجيش بتاعنا يبقى هناك؟ دي مصيبة سودة يا جدعان. ده انتوا الناس مش متخيلة حجم الكارثة ديت، ان الجيش بتاعنا كله يبقى في ايد واحد بس ده، ويروح يحارب بره. ده معنى كده ممكن يضرب فينا عادي زي بشار، يعني لو اتمكن اكتر بعد كده يضرب فينا عادي زي ما حصل مع بشار. ايه الفرق بينه وبين بشار؟ يمكن بشار كان عنده دم شوية عن ده. فاحنا يا جدعان الناس دي محدش يبص لهم ولا حد يرد عليهم، وسيبوهم يشتموا في التعليقات. هم معروفين وكل ده اتعرف، ومن حكمة ربنا ان الازمات دي كلها تحصل علشان كل الزبالة دي تطلع على السطح كده، وكل ده ينضف مرة واحدة بإذن الله. بإذن الله كل ده هينضف مرة واحدة، بلدنا هترجع احسن بلد بجد. احنا يا جدعان اعظم بلد في العالم كله، ده احنا عندنا كل موارد الدنيا، خزائن الارض كلها في مصر، كل الخير في مصر، ربنا مبارك في الارض ديت. يبقى ازاي احنا نبقى في المستوى ده وبلدنا تبقى في المستوى ده واحنا ساكتين وتعبانين، وشكلنا بقى عرة قوي بصراحة قدام العالم كله وقدام الناس كلها وقدام نفسنا حتى. احنا شكلنا بقى وحش، ولو سكتنا على كده يا جدعان يعني الواحد هيموت وهو حاسس بالذل وحاسس بالقهر وبالعار. والله العظيم الواحد اشرف له ان هو يموت في الشارع في مظاهرة بيدافع عن بلده وعن حقه، على الاقل يموت وهو بطل، وهو عارف ان هو كان نازل لهدف ونازل يطهر بلده وينظف بلده عشان خاطر عياله. يا جماعة لازم نحط ايدينا في ايدين بعض، ننسى كل الخلافات، كل جار مع جاره وكل قريب مع قريبه.
لازم كلنا نتصالح ونتصافى، ولازم نجمع بعض ونشجع بعض. احنا لو اتخلصنا من النظام دوت وبلدنا بقت كويسة، احنا هنمشي بشرع ربنا زي ما ربنا كاتب، احنا هنمشي وهيبقى في ناس نضيفة. خلاص كل الوغش وكل الزبالة وكل المنافقين طلعوا على السطح واتعرفوا. ويمكن الفترة دي ربنا خلانا نمر بيها عشان نعرف كل المنافقين وكل الخبايا تطلع وكل التعابين تطلع من جحورها ويطمنوا. هم دلوقتي مطمنين قوي ان الشعب مستسلم استسلام تام. ده مش مستسلم، ده الشعب ميت حرفيا. هم مطمنين لكده، بس ان شاء الله احنا هنفاجئهم، عشان احنا شعب محدش يفهم لنا ولا حد يعرف لنا. احنا في الوقت الجد ان شاء الله هنبقى ايد واحدة. بس احنا مشكلتنا الوحيدة مش الخوف منهم، احنا مش خايفين منهم، الناس كلها بقت خلاص قلبها مات، بس احنا متفرقين. هي دي مشكلتنا. لازم نتجمع ولازم نعرف ازاي نتجمع. مفيش طريقة تجمعنا غير ان احنا ننسى كل الخلافات مع بعضينا، كل جار مع جاره وكل اخ مع اخوه وكل ابن مع ابوه وكل اب مع ابنه. لازم كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض ولازم نشجع بعض. الفكرة بتاعت ان احنا ننزل تحت بيوتنا دي، كل شارع لما كل عمارة تنزل ويلاقوا الناس كلها واقفين تحت بيوتهم، احنا قلبنا هيقوى جامد قوي. وواحدة واحدة البلد كلها هتنزل تقف تحت بيوتها، وبعد كده ساعتها هنتحرك ونعمل اللي احنا عايزينه. مفيش قوة ولا ميليشيا ولا بلطجية هيقدروا يقفوا قدام الشعب كله. احنا منظرنا بس هيرعب كل الخونة والفسدة بإذن الله. وإن شاء الله نطهر بلدنا ونرفع بلدنا بإيدينا. احنا كل اللي حصل دوت والبيع والقروض وكل القرارات اللي اتخذت دي هتبقى باطل، كل دي باطلة. هنقفل على نفسنا بلدنا وهنصنع وهنبني بلدنا بإيدينا من غير قروض ومن غير فلوس من بره ومن غير مساعدة حد. اللي عايز يساعدنا أهلا بيه، لكن قروض تاني مفيش قروض تاني، ولا هيبقى في قروض تاني في البلد كلها بإذن الله. يا جماعة احنا عايزين ننظف بلدنا، عايزين نعيش نضاف، عايزين نعيش محترمين يا جدعان، محترمين راضيين عن عيشتنا وراضيين عن كرامتنا وراضيين عن عيالنا وبيوتنا وشغلنا ومرتباتنا. مفيهاش حاجة يعني. خلاص احنا بقالنا اكتر من 60 سنة ولا 70 سنة عايشين في القهر ده. ايه يا جماعة يا جدعان، لازم نفوق، احنا اللي هنحرر بلدنا بايدينا. وخلاص كل الغلطات اللي فاتت دي مش هتتكرر تاني، كل الغلطات اللي فاتت مش هتتكرر تاني، مش هنسمع المنافقين تاني. احنا هنحط العلماء وكل العلماء اللي بره وكل العلماء اللي جوه، لازم كلهم هم دول اللي هيقوموا بلدنا وهم اللي هيساعدوا البلد ان هي تقوم. كل واحد في تخصصه في مجاله، واحنا علينا نحمي بلدنا، علينا نحمي بلدنا. وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله. تنسوش يوم الجمعة الجاية كلم جارك من يوم الخميس او الاربع او التلات. كل جار يتفق مع جاره، حتى لو راجل واحد في العمارة كلها، يا عم انزل لف على جيرانك، خد لو واحد موافق معاك وهينزل وخده معاك وفي ايديك. لما يلاقوكوا 2 3 نازلين مع بعض وطالعين مع بعض، العمارة كلها هتتشجع وهتنزل. خدوا عيالكوا وخدوا حريمكوا وانزلوا وقفوا قدام العماير، بينوا لهم ان احنا مش عايزينكوا، من غير كلام، من غير كلام ولا هتاف ولا اي حاجة. نقف بس كده، نقف اعتراض، نقف حداد على عيشتنا وعلى حياتنا وعلى المرار اللي احنا عايشين فيه. الله المستعان، ان شاء الله خير. السلام عليكم. وصل صوتك.